عمرك سألت نفسك أنا اخترت الشخص ده ليه؟ أو اتجوزت الشخص ده ليه؟ الحقيقة إن إحنا كتير بنختار أشخاص أو بنتجوز أشخاص عشان نشبع احتياجات عندنا. بس خليني أخش معاك في شوية تفاصيل كده عشان تعرف لما تيجي تختار بشكل مناسب وكويس ليك. غالبا إحنا عندنا 4 مستويات من الاحتياج. الاحتياجات أو المستويات دي تصاعدية. كل ما المستوى عند الشخص بترتقي مع مستويات الاحتياج بتاعته. فغالبا عندنا أول مستوى هو المستوى الجسدي أو البدني بشكل أوضح. أنا هنا بحاول أشبع احتياج الجنسي أو الرغبة الجنسية أو الجانب البدائي خالص من الاحتياجات، وده it's okay إن هو يكون طبيعي ومحتاجين نشبعه. ده الليفل الأول. الليفل التاني أو الاحتياج أو المستوى من الاحتياج التاني هو المستوى العاطفي. هنا الواحد بيدور على مشاعر أكتر وإنه يحس إنه محبوب والمشاعر رايحة جاية. ده ليفل أبديت أعلى وأبجريدد شوية عن المستوى الجسدي. دي بتكون غالبا نسبتها أكبر كمان عند الجانب النسائي عن الجانب الرجالي. لما نروح على المستوى الثالث هو المستوى الفكري، وخلينا نقول إن مش كل الناس بيبقى عندها الرغبة في إشباع الاحتياج ده. في ناس ممكن تكتفي بالمستوى الأول والتاني وإتس أوكي لو المستوى التالت ده مش موجود، ولكن خلينا نقول ونجزم إن هو لو موجود بيخلي العلاقة طبعا أحسن وأقوى كتير. هنا إحنا بندور على حد على مستوى الفكر بتاعنا، نقدر ناخد رأيه في أفكار، في مواضيع، في حاجات في حياتنا، وبنحس إن هو قريب من مستوى فكرنا. أما المستوى الرابع من الاحتياجات هو المستوى الروحي، وهنا ده بندور على حد مثلا يبقى يماتش فكرة إن أنا عندي رسالة في الحياة عايز أحققها. ودي حقيقة مش كل الناس بتبقى موجودة عندها إن هو المستوى الروحي من الاحتياجات. فكرة إن أنا بدور على حد هيتقبل إن أنا عندي رسالة في الحياة وعندي dedication واهتمام للحتة دي، فمش أي حد هيتقبل وجود إن أنا صاحب رسالة وعندي حاجة واخدة مساحة كبيرة من حياتي. فده ممكن نقول رابع مستوى مش غالبا بيبقى موجود عند الناس كلها، ولكن أنت محتاج تدور جواك أنت أكتر حاجات عايزها إيه كمستويات من الاحتياج عشان تشبعها، عشان وأنت بتختار الشخص تاني تبقى عارف هل ده هيكون مناسب معايا ولا لأ.